ما صدقت بقى ان هي بقت رخيصه شويه، يعني رخيصه بقت ب10 جنيه. انا جايبه دي ب10 جنيه يا حبايب قلبي، جايبه طماطم الكيلو ب10 جنيه. جبت 3 كيلو، قلت ان شاء الله انا هعملهم معاكم صلصه، بس جايبه طماطم تانية يعني تبقى في البيت، علشان نعمل سلطه، نعمل حاجه. جايبه كيلو ونص جامد للسلطه، بس ديت لقيتها ب10 جنيه، قلت هجيبها وهجيب عليها شويه فلفل احمر كده وايه، وهنعملها احلى شويه صلصه. كل ما تلاقيها رخيصه هاتيها واعمليها صلصة، وخزنيها صلصة بقى مركزة كده جميلة. هنشوف طريقة يا حبايب قلبي، وهنشوف هنعملها ازاي مع بعض. يلا بينا نبدأ، بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايب قلبي بص، انا جبت الطماطم هنا غسلتها زي الفل كم مرة كده، لما بقت بص ما فيش فيها اي حاجة، بقت ميتها بيضة كده زي الشفاف كده. جبتها كده اول ما اقوم حايشه بس الحته اللي فوق القمع بتاعها اللي فوق ده، واخرتها كده من النص، واقوم جايبه حله نظيفه وحطها كده. لا تحط ميه بقى ولا تحط اي حاجه، هي الطماطمايه تعملها من النص كده. ودي فلفل احمر برضو كنت جايبه نص كيلو برضو فلفل احمر، هغسله واحط عليه. ودي بطاطسيه يا حبايب قلبي، البطاطسيه دي بقى دي السر بتاع الصلصه اللي هتخليها متماسكه وجميله جميله كده، وهتلاقيها كده متماسكه زي بتاع اللي بتشتريها من محلات. ودي كده شويه ايه بنجر كنت انا مفرزاه، كنت جايبه كيلو بنجر، وجبته كده يا حبايب قلبي، قشرته وخرطته وحطاه في الفريزر كده. ببقى عاوزه احطه على، اما اجي اضرب طماطم احط حبه كده يحمروا الطماطم. احط بقى على صلصه على حاجه بتبقى زي العسل. بصوا انا جبتها هنا بعد ما قطعتها فل فل كده على القرنان الفلفل الحمر والبنجر، وسبتها كده اما استوت. والبطاطساي السر اللي هيخليها بقى جميله جميله هي البطاطسايه يا حبايب. البطاطسايه ديت هتديها كده ايه يعني، بصوا زي النشا كده، هتخليها لفه كده ومتماسكه وجميله. اتسلقت معانا البطاطس اتهرت والطماطم وكمان البنجر، هنمسكها بقى نسيبها اما تبرد وتضربها بقى في الخلاط. طبعا كل حاجه معانا مستويه. هنبدأ بقى يا حبايب قلبي بعد ما ضربتها في الخلاط. انا بقى اللي بصور نفسي يا حبايبي، يعني ما تبقوش انا ما بضربش الحاجه قدامكم، ليه انا بصور نفسي. حاطه التليفون كده احيانا بمسكه في ايدي، واحيانا بسيبه كده على البتاع كده، بس ما اعرفش امسكه وانا بصفي الطماطم. بص يا حبايب قلبي، انا كده بقى ايه بصفيها من البذر من القشر، ما يبقاش فيها اي حاجه، دي يبقى بقى صلصه مركزه زي الفل. كل ما تلقاها رخيصه ب10 جنيه، انا جايبها ب10، هاتيها وحطها، لان هي انتوا عارفين هي مجنونه، يعني ممكن تكون ب10 جنيه، تيجي بكره تلاقيها بقت ب30. فانت تجيبي وما فيش حاجه منها مخسر ولا حاجه بتبوظ. اعمليها بطريقه حلوه وحطها في الفريزر عندك، هتنفعك تيجي تعملي محشي، تغلى بقى تلاقيها قدامك. انا باذن الله بس ما برضو تهدى شويه واسعارها تهدى شويه، انا هجيب بقى وهنفرز الصلصه الجميله بتاعت كل مره معاكم. بس انا حبيت اعمل ال3 كيلو دول بس عشان تشوفوا الطريقه يا حبايب قلبي. البطاطسيه بقى الصفت معاها والبنجر والفلفل. بصوا صلصه دي نص كوبايه سكر، يعني نص اللي معلقه كده، يعني مش نص، يعني مش مليان، مش نص كامل، يعني نص الا معلقه. عشان ليه يا حبايب قلبي؟ الحموضه، لان الجو حر والطماطم حامضه. السكر ده منه ماده حافظه، ومنه ايه ان هو هيحوش الحموضه منها. بصوا بقى بعد ما بردت خالص، انا حطيتها بقى على البوتاجاز كده لعند ما اتسبكت شويه، وقمت جايه بقى هتبقى سيبي بقى اما تبرد خالص، وهاتي برطمانه ناشفه معقمه زي الفل وعباها في البرطمانات، وسيبيها عندك بقى. حطي بقى البرطمانات ده على وشها زيت كده، انا هحط زيت اهو يا حبايب قلبي. وحبايب قلبي بقى بصوا، لو وصلتوا لعند كده ما تنسوناش بقى في اللايكات بتاعتكم الحلوه والتعليقات بتاعتكم الجميله يا حبايب قلبي، ما تحرمش منكم ابدا ابدا كل حبايبي ومتابعيني، ما تحرمش منكم يا حبايب قلبي. احلى كومنتات واحلى لايكات منكم يا حبايبي، دي بتسعدني والله. بصوا بقى الصلصه جميله جميله. وده كان الفيديو بتاعنا يا حبايب قلبي، اعملها بنفس الطريقه. هي حمرا بس هو الصوره جايه التليفون تصويره كده جايب الحاجه تحس ان هي مش حمرا قوي، لا ده هي حمرا جدا. وده كان الفيديو بتاعنا يا حبايب قلبي، قولوا له ايه رايكم، واشوف وشكم على خير فيديو جديد ان شاء الله.